عبد الله. نعم طال عمرك. حياك الله ابو عبد الله. يجزيك طال كيف حالك؟ عبد الله الحقيقه قبل ما ناخذ قصيدتك فيه فعلا طيب، يمكن القصايد ما هي بحاضره معك، لكن انا ودي اشير الى فيه رجل عزمك عده مرات وقلت ان شاء الله بعدين، فودي اعرف السالفه. في يوم من الايام عزم جماعته على عزيمتك وانت ما حضرت. إيه هذا طال عمرك عبيد بن ناصر بن عضيب آل ابو اثنين يسمع قصيدي، ونعم. وكان مجيء قليل في الرياض، يجي عند عبد الله بن عون احيانا، وليسمعني جيت جاد وهو في الرياض. هو في الرياض اي كم مره يجي ما القاني، لا اطروني له وجاء هناك رايح جد رحتي. قال الربع هاك الرجال ضيفته علي مثل الفرض ولازم اضيفه، ان قعدت احتريه لين يجي قالت الايام ولا يصير بيني وبين شيء ولا، لكن الله يحييك ملزاب له ترى عشاه عندي، ويعزم جيرانه ويذبح له 3 من الغنم ويحط حمد بن خرفاش المليحي. قال تراك رازي تراك رازي باعتراف نائب عنه. عاد قلت انا فيها قصيده ثانيه وذكرتها فيها، اقول بقصه مفروض يكتب لها اعلان وتحط له القريم من بين قوسين، قصه عبيد اللي ذبحين نسمان والضيف داره وين ومضيفه وين. انسان قال العلم هو بوكدان، حضورها شهود الحضار 25. يا سلام. ورد فيه عايض بن محمد الحثري عصير. ايوه نعم. وجرى عبد الله بن عون، بس ان قصايدهم على اساس ما هي بعندي. كلهم شعراء جيدين. نقول بيض الله وجهه وانت تستاهل. موقف طيب الحقيقه يا اخوان، يعني دائما الرجال الطيب يحب مثل هالمواقف الطيبه، وانتم كلكم ان شاء الله طيبين. فانا حبيت، انا سمعت بالسالفه وكنت اتمنى ان حافظ قصايد عايض وعبد الله بن عون، لكن بيض الله وجيههم كلهم.